انت مالكش في الدنيا كلها غير ربنا سبحانه وتعالى. صح. محدش هينجدك من اي حاجه مهما بتحصل لك، لا اصحابك ولا علاقات ولا فلوس ولا اهلك. صح. ولا اي حاجه غير ربنا سبحانه وتعالى. وابويا الله يبارك له ويبارك في عمره يا رب، هو دايما يقول لي كده، دايما يقول لي بص خليك مع ربنا تكسب، هتخرج هتخسر. يا صباح الفل وصباح النور والسرور على حلويات قلبي الحلوين. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في اتم صحة واحسن حال. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات للفيديو ده. يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم، تكون فيديوهاتي كده بتعجبكم. شكرا لكل الناس الجديدة اللي دخلت قناتي وشرفتني ونورتني. وجودكم بيفرق معايا جدا وكلامكم الحلو بيفرق معايا جدا. وشكرا للناس اللي دايما معايا على قناتي منورني ومشرفيني. النهارده جيت لكم كده بفيديو جديد وروتين جديد. يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا عشان ما اطولش عليكم في المقدمه، ونقول بسم الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بس لو لسه اول مره تشوفي قناتي ولسه ما اشتركتيش، اتمنى تشتركي في القناه وتزوديني كده اخت في عيلتي، تحطي لي لايك وتحطي لي كومنت يشجعني. بتمنى كده ان احنا نكبر ونكون اكبر عيله عشان نبقى صحاب واخوات. النهارده كده فيديو روتين في غرفة النوم. قلت بقى لا لازم كده، انا بقالي كتير ما عملتهاش معاكم. انا كنت بعملها كده روتين مع نفسي يعني، عشان كنت قايله لكم قبل كده ان غرفة النوم دي بتبقى ليها خصوصية. بس بما اننا بنعمل روتين وبنشجع بعض، فانا ما اقدرش اخبي حاجة انا بعملها عليكم. كنت بوريكم هنا السريحه بقى، هنا مسحتها وكده وظبطتها عشان كانوا احباب الله حوالين مني، فما كنتش عارفه احط الرينج لايت، فايه حاولت ان انا كده اجيب لكم قبل وبعد السريحه. ولما يعني يناموا او انشغلوا بعيد عني شويه، رحت يعني ايه مخلصه اللي ورايا. كنت بوريلكم البادي سبلاش اللي انا اللي انا يعني بستخدمه، اسمه يارا. حلو قوي يا بنات، هو مش غالي على فكرة. هو حوالي ب65 جنيه او حاجة، بس هي العلبة صغيرة جدا. وخلي بالكم عشان في منه مش اصلي، في كوبي وفي اللي هو الاوريجينال. فخلي بالكم لان في ناس كتير دلوقتي بيستخسروا يجيبوا الحاجات الاوريجينال وبيبيعوا الحاجات اللي هي الكوبي، فبتبقى بصراحة يعني بتعمل للجسم التهابات وبتبقى مش حلوة خالص. كنت بوريلكم بقى البرفان اللي هو عود شرقية، دي جايلي من الامارات، تحفة ريحتها تحفة. انا بحب اصلا عامة ريحة العود، اي ريحة عود انا بحبها. بس في يعني في روايح من العود انا الصراحة مش بحبها خالص. وكنت بقى بوريكم كريم بندولين، كنت جايباه ليونس لشعره عشان خاطر اجربه له هل هيجي على شعره ولا لا. انا كمان كنت بجرب له زيت جونسون. فالمهم قلت طب اجرب له بندولين ده، لان كله كان بيشكر فيه على النت وكده، واللي هو الجروب بتاع الماميز والحاجات دي، فكله كان بيشكر فيه، فقلت اجربه. فلو جاب معايا نتيجه هقول لكم. فتحت بقى البلكونه بتاعت غرفه النوم كده وانا وريتها لكم، اللي هي الصغننه خالص دي. انا مكنتش عارفه اصلا اصور لكم جوه، انا مكنتش عارفه ادخل جوه. فالصراحه كنستها كده وخلصتها، لان انا قايله لكم ان هي صغيره خالص، فمش هينفع ان انا احط الرينج لايت وهي اصلا ما فيهاش كهرباء ولا اي حاجه. فيعني ايه عملتها كده مع نفسي. وبعدين بقى دخلت على غرفه النوم، مسحت بقى الكومودينو او الكومود، عشان في ناس بتقول عليه الكومود واحنا في اسكندريه بنقول عليه الكومودينو. فانت بقى فانتوا بقى يعني قولوا لي في الكومنتات بتتقال ازاي في لغتكم. احنا بنقول عليه كومودينو، ساعات بنقول عليه كومود. فانا مسحته كده، ومسحت برضو السرير كده. على فكره يا جماعه، اوضه النوم دي من اختيار زوجي العزيز الغالي. انا ما كنتش عايزه اجيب غرفه نوم بني، انا كان نفسي اجيبها يا بيضه يا بيج يا رصاصي، اللي هي الالوان الفاتحه، عشان انا كانت الغرفه عندي في الشقه القديمه كانت صغيره جدا. فكنت لما رحت شفت الشقه وكده، فقلت انا هجيب حاجه واسعه عشان توسع لي المكان. فهو بقى لما شافها، عشان السرير كان غريب، كان نازل كده، كان كانه عامل زي موج البحر كده، وهي عامله زي موج البحر الغرفه يعني. هو اصلا من عشاق البحر، انتوا عارفين الاسكندرانيه. فهو بقى كانت دماغه كده، انا هجيب الاوضه دي، يعني هجيب الاوضه دي. ما كانتش داخله دماغي، انا كانت داخله دماغي اوضه كده لونها ابيض، وكانت بلدات وحاجات كده. فكل اللي في الصاله يعني قالوا لي بصي لو هتاخدي فخدي البني ديت، يعني شكلها شيك ويعني حلوة، لكن البيضة ديت مش عملية. والراجل برضو بتاع الصالة قال لي خلي بالك الابيض بيجي عليه فترة وبيصفر ومش عارف ايه، وقعد بقى يقول لي كده.
هي الاوضه هي حلوه وعجباني وكل حاجه، ومهما تروح الاوض وتيجي، هو اللون البني اللي بيبقى الصراحه شيك في الاوض النوم. بس انا كان نفسي اجيب يعني اوضه لونها ابيض. فبقول له بقى انا ايه ضربه في دماغي بقى انا اليومين دول، ما انا بص في حاجات كتير ضربه في دماغي اليومين دول. فانا هعملها. انا عايزه اضربها لون، فكله بيقولي ما تبوظهاش عشان حرام. انا داخله دلوقتي على 6 سنين جواز، فاضل لي كام شهر واقفل ال6 سنين. فانا بقول ايه يعني اغير لونها وكده، بس مش انا اللي اغير لونها بايدي. انا قلت هديها النجار وهو يعني ايه يعمل لي كده فيها تعديلات، لان فيها يعني خدشات من العفش اما اتنقل وكده، فقلت يظبطها لي وكده. بس الجلد دوت مش هينفع، عشان اللي هو فيها في الدولاب وفي السرير ده جلد، فمش هينفع الجلد ان هو يتعمل لون او حاجه وهيبوظ حرام. فقلت ممكن مثلا اعمل بيج، اعمل اللي هو البني ده بيج، واسيب الجلد زي ما هو بني. فاهمين؟ واكتبوا لي برضو في الكومنتات لو وصلت معايا لغايه هنا، هل هي لونها حلو كده ولا غير لونها؟ قولولي، لان هو مقتنع بلونها ومقتنع بيها، وقال لي اتكلمي براحتك، اتكلمي على مزاجك. انا سايبك تهوي، انا هسيبها زي ما هي ومش هاجي جنبها. انا خليتك تختاري العفش كله، وقعدنا نجادل في بعض يعني. فالمهم يعني سبت بقى ايه هو ايه على هواه وانا على هوايه. المهم بقى خلصت الغرفه كده، عملتها بالمكنسه بالكهرباء، وبرده مسحتها كده وفرشتها. اما السرير ده بقى انا كنت منجده المراتب، انا مكنتش جايبه مراتب سوست. ده كان برضو طلبه هو، لان قعد يقول لي انا مش بحب المراتب السوست وكده. طبعا كانت تقيله على قلبي الحوار دوت، انا كنت عايزه اجيب مراتب سوست، وماما قالت لي خلاص احنا هنجيب مراتب سوست وكده. لا هو قال لي انا عايزه انجد المراتب. هي المراتب التنجيد جميله بصراحه، ولما بطلعها في الشمس بتنفش وبتبقى عاليه قد كده وبتبقى جميله وصحيه اكتر من السوست. والسوست انا ايه قلت بقى ممكن يعني ما كنت مصممه وكده، قلت ممكن اجيب مثلا مرتب سوسه تروح مفرقعه، يقول لي بصي شفتي ومش شفتي. فقلت ايه لا خلاص نجدي يا بنت وخلاص، وايه وهو حر، وفيما بعد ابقى اجيب بقى ايه مراتب سوسه. انا بقى بلف المراتب بالكبرتيات ديت عشان تمسك لي المراتب، عشان هما مرتبتين فوق بعض. فهي لما بتمسك لي المراتب كده انا بحس ان المراتب ملمومه بيها. تقولي طب ما تجيبي كفر. جبت كفر قبل كده وما عجبنيش، كانت قماشته مش حلوه وتقطع مني وكده. فانا عايزه انزل اجيب اللي هو الكفر الووتر بروف. انا بقول ليه بقى كل شويه عايزه انزل اجيب، لان انا مش بنزل خالص من البيت، مفيش نزول الا غير لما يبقى جوزي معايا رايحه عند ماما كده. مش بخرج لوحدي ومش بعرف اخرج لوحدي بالاولاد، وكنت حامل وولدت وكده، فما يعني فاهمين. الحاجه برضو بتيجي عليها فتره وبتقدم وكده. مثلا زي الكفر ده بقى 6 سنين برضو غسيل ومثلا غسيل ومش عارف ايه، وهو تقريبا كانت قماشته مش حلوه او الراجل خمني فيه وكده. خلصت بقى الاوضه هنا وفرشت السرير. ايه رايكم في الالوان الصيفيه دي؟ الكبرتة دي يا جماعه معموله يدوي، اللي هي الصفرة في اللبني دي معموله يدوي تريكو على الايد، كانت واحده صاحبه ماما هي اللي عاملاها لي. بس بصوا بقى، الروتين ده معمول على يومين، يوم الجمعه ويوم السبت. اللي هو السبت دوت انا قاعده دلوقتي الساعه كام 2:15 بالليل بسجل، حباب الله ناموا، فقلت بقى اسجل معاكم دوت. يوم الجمعة خلص لغاية هنا معايا، عملت الأوضة وعملت وشغلت بخور، وكان الصلاة شغال وخلاص كده. مكانش ليا بقى شغف اللي انا ايه اكمل الروتين. ليه بقى؟ ما كانش بقى عندي شغف بصراحة. كانت الجو حر عليا، والمروحة لما فصلت مني، لما حكيت لكم موقف المروحة الفيديو اللي فات لما حكيت لكم كده. فبصراحة ما كنتش قادرة. في فيديو انا نزلته يوم الجمعة كان اللي هو بتاع يوم الخميس، ما كنتش قادرة. ولما الروتين بقى يعني كنت هنزل بقى الفيديو من السبت، على اساس ان انا هنزل لكم النهارده اللي هو السبت فيديو. فالصراحة ما قدرتش، لان انا ما قدرتش اكمل من غير مروحة. تمام. فقلت بقى خلاص اكمل الروتينين دول وهقول لكم عشان نبقوا مع بعض بكل مصداقية. انتوا عارفين ان انا ما مش بكدب عليكم. فالروتين دوت يوم كان الجمعة والسبت. ماشي. هنا بقى رحت عامله غدا يوم السبت، قمت روقت البيت كده حبه، وبعدين ايه كنت بقى بعمل غدا، قلت اعمل لهم شاورما. اليوم ده كانت اختي عندي، فقلت بقى اقضي اليوم كده معايا وانا والاولاد يعني واختي كنا هنتغدوا. بس باباهم كان في الشغل. انا بقى لما باباهم بيبقى في الشغل بعمل الصراحه ايه اكل، بس بعمل اكل خفيف اللي هو وهو برضو لما بيبقى انا بعمل اكل خفيف، بس اللي هو بعمل ايه
رز وشاورما. ببقى متبله كفته واحطها في التلاجة واطلعها على طول، مثلا اعملها في الصينيه وكده. ممكن اعمل سندوتشات كفته واحط مثلا عليها طحينه وبطاطس محمره جنبها، وشكرا على كده. ممكن مثلا اعمل سلطه مكرونه بالتونه ليا مثلا، وهم مثلا مكرونه وقلي جنبهم صدق، يعني بقضيها، فاهمين؟ فالمهم النهارده بقى عملت ايه، عملت رز اصفر وشاورما جنبهم. كنت متبله الفراخ كده. انا بقول لكم برضو بديكم فكره انا عملت ايه. حطيت بقى على الفراخ زبادي وزيت زيتون، يعني ايه، معلقتين زيت زيتون بالظبط، وزعتر وكاري وكركم وجنزبيل. وحطيت بصل بودر، توم بودر. لو عايزه تبشري عليها بصلايه ابشري، لكن انا قطعت البصل عشان احنا كنا عايزين الحاجه اللي هي فيها البصل بالطماطم بالفلفل الالوان بالفلفل الكوبي وكده. كنا عايزينها مع الرز، يعني زي خلطة كده مع الرز ناكلها. تمام. فعملتها كده. فروحت بقى ايه متبله الفراخ ساعتين ورحت سايباها في التلاجة. وبعد كده رحت مقطعه البصل والخضار على بعض وقلبتهم كده، ونفس التوابل، نص التوابل حطيتها هنا ونص التوابل حطيتها هنا طبعا، وملح وفلفل اسمر وبابريكا. وسبت بقى برضو الخلطة اللي هي البصل والفلفل الالوان والفلفل الكوبي. ما بحطش عليها طماطم بنات خالص. لو انتوا شفتوها في الفيديو وانا بقدمها فيها سنة صلصة، دي مش صلصة، دي بابريكا. انا كنت جايبة بابريكا من حد في السوق عطار، قال لي خلي بالك البابريكا دي جايلي من الصعيد، لما تيجي تحطي عليها على الاكل حطي ربع معلقة صغيرة خالص، عشان دي بابريكا قوية. طبعا هي تقريبا محطوط عليها لون، لان دي مش بابريكا قوية، دي محطوط عليها لون. فقولولي برضو في الكومنتات. فقلبت كده الحاجه كلها مع بعضها الخضار، وسبت برضو مع نفسه كده بيدي بقى ايه طعم حلو قوي. كده الاكل كان خلص. حطيت الفراخ خدت صدمه وقرب كده ما هي داخله على السوا، بحط الخضار معاها ايه تاخد برضو بقيه السوا معاها. وكده قدمت الاكل مع خيار وبطاطس محمره. وعملت توميه، هنزل لكم بطريقه التوميه المره الجايه ان شاء الله، لان انا هعملها معاكم كتير لان احنا بنحبها في البيت. اختي بقى بعد ما اتغدينا قالت لي انا هغسل المواعين. قلت لها انا لازم اديكي لقطه كده وانت بتغسلي المواعين عشان اعرفهم ان انت غسلتي لي المواعين. هي مش محجبه للعلم يا جماعه، عشان دراعاتها اللي باينه دي، هي مش محجبه. ادعوا لها ربنا يثبتها يا رب وتتحجب. دخلت بقى، انا اديت اللمسه الاخيره للمطبخ. طبعا الرخامات والبوتاجاز والحيطان واي حاجه كانت عايزه تتعمل في المطبخ. الفيديو بتاعي كده خلص، يا رب يكون خفيف على قلبكم ويكون الفيديو عجبكم النهارده. ما تنسوش بالله عليكم تحطوا اللايك والسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد انا بنزله، وتحطوا لي كومنت بيشجعني. اشوفكم في فيديو جديد وروتين جديد، مع الف سلامه.